السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة اليوم ال15 من عمر الكتاكيت. دورة الكتاكيت اللي احنا جبناها النهاردة ان شاء الله هنعمل كام فكرة كده، بحيث ان احنا نرفع معدل التحويل للفرخ، وفي نفس الوقت هنوفر في كمية العلف. هنعمل خلطة كده حلوة، مكون هنحطه، بس مكون حلو جدا سهل الهضم، وكمان هيوفر لي في العلف، وكمان حلو جدا ان هو بيسمن يعني بيخلي بيسرع من معدل التحويل، وبيخلي الفرخ يشيل لحم كويس، مش هيخس. بالعكس، ما نقولش ان احنا هنقلل بروتين ونحط مكون تاني ان الفرخ معايا هيخس. بالعكس، الفرخ هيحتفظ بمعدل التحويل، ويمكن بزيادة، هيبقى بزيادة شوية، لان المكون اللي هنحطه سريع الهضم، فبالتالي الفرخ هياكل تاني كتير، وهيسحب من الاكل اللي موجود قدامه، فهيعمل هيزيد اوزانه بسرعة. يعني هتلاقوا الوزن معايا، معدل الفرخ معايا مش يوم كأنه يومين، يعني كأن اليوم الواحد كأنه يومين. تمام، يعني وزنه كأنه وزن يومين عدوا، لا هيبقى كل يوم بيومين. يعني هنسرع في وزن الفراخ، هتدينا احجام حلوة وبسرعة. فان شاء الله الفيديو يكون ان شاء الله ينال اعجابكم وتستفيدوا منه. وهنحط كام حاجة برضو في العلف، برضو من الحاجات اللي هتسرع، وكمان هتدي زي هرمونات طبيعية كده للفرخ. قبل ما نبدأ نذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد ولك الشكر، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. النهاردة اتفقنا اليوم ال15 من عمر الفرخ، فهنغير نوع العلف. بدل 23% هنخليه زي ما انتوا شايفين 21%. يبقى النهاردة ممكن نأخر يومين تاني، لو انت شايفة الفراخ بتاعتك لسه محتاجة 23% اكتر، فممكن تسيبيهم شوية يومين تاني 3. بس انا يعني معدل التحويل بتاعهم كويس ووزنهم كويس، فهبدأ في تغيير العلف 21%. اما نيجي نغير، ما نغيرش، ما نحطش يعني ما نصدمش جسم الفرخ او الكتكوت بالعلف على طول 21%. هنحط جزء من 21% مع جزء من 23 اللي هم متعودين عليه، بحيث ما ياكلوا اما يلاقي الاتنين مع بعض فهياكلوا، غير اما اصدمه واحط ال21% كامل. ممكن يعني ما يرضاش ياكل في الاول، لكن هحط انا، مش هنصدم الفرخة، هنحط جزء من 21% وجزء من 23% اللي احنا كان بياكله او كان مستمر عليه. طيب، ايه الاضافات الحلوة بقى اللي هتأثر لي في صحة ومعدل تحويل الفرخ، ويمشي معايا كويس كده، ودورة تبقى كويسة من غير امراض ولا فيروسات ولا حاجة تموت مني؟ هنحط طبعا الكركم. زي ما انتوا عارفين موضوع الكركم ده مستمر معايا من اول الدورة لاخرها، ما نستغناش ابدا عن معلقة الكركم. وقلنا هو فوائده كتير للفرخ، يعتبر مضاد حيوي، وحاجات كتير للكركم في موضوع تربية الفراخ. وهحط نص معلقة ملح، والمعلقة السحرية اللي لسه هنبدأ نحطها النهاردة أول مرة، اللي انتوا شايفين الحب اللي أنا حطيته ده، ده حلبة حصى. حلبة الحصى العادية بتاعتنا اللي بنغليها ونشربها، هنحط منها زي نص معلقة كبيرة. ده بيعتبر زي ما بيقولوا الهرمونات الحلال كده للفرخ، يعني حلوة جدا، بتعالج الإسهالات، بتخلي الفرخ ياكل كتير، بتفتح شهية الفرخ، فاتح شهية، غير المعادن والعناصر الموجودة فيه. أما العنصر بقى اللي هنضاعف بيه كمية العلف وهنوفر فيه كمية العلف، عنصر مهم جدا وحلو جدا، هو هجيب العيش بعد ما احطه في التلاجة. العيش بتاعنا البلدي هفرم زي ما انتوا شايفين ناعم كده، هفرم الرغيف او رغيفين على حسب الكمية ناعم. طيب، او ممكن اسيبه ينشف وبعد كده اكسره رفيع عشان يبقى شبه العلف. وهخلط بقى الخلطة دي كلها. العيش من الحاجات اللي بتتهضم بسرعة جدا في الفرخ، مش بيتعب في هضمها،
فبالتالي هيجوع وياكل كتير، يعني مش هتخسس الفرخة ابدا، بالعكس ده هتزود الفرخة. يعني العيش ما تتخضوش وتقولوا لا ازاي ممكن وزنه يقل واحنا حاطين نص الكمية مثلا عيش، مع ان هي مش نص الكمية، اقل شوية، بعد كده بنزود كل شوية بنزود. اول مرة ما بنحطش يعني بنقلل شوية لغاية ما يتعودوا بزود. ده دايما تحطوه بالليل، العلف مع العيش بالليل. يعني اتفرجوا بعد كده على الاوزان بتاعه الفراخ بتاعتكم. لو انتوا استمرتوا على الخلطات والحاجات اللي بنحطها للفرخ، فعلا هتفرق جدا في وزن الفرخ. هتديكي كده احجام حلوه كده، كأن كده احجام بقى ايه، حاجات جامبو كده، مش فرخه بس كده، لا هتعدي الفرخه معايا 3 كيلو. بس نستمر على الحاجات دي ونهتم، مش نحط مرة والتانية، لا لا، حلو اما تحطوا يوميا من بعد الحاجات دي، الخلطات اللي انا بعملها من بعد ما يعدي 15 يوم على الكتكوت. 15 يوم الاولانيين لازم هياكل علف عادي خالص 23% صافي، مع اضافة بقى الاعشاب والحاجات اللي بتعلي من معدل التحويل، وبتدي صحة، وبتمنع الفيروسات والامراض والحاجات دي. بعد اليوم ال15 بقى ابدأ بالخلطات وحاجات اللي بتساعد ان الفرخ يزيد معايا بسرعة ويحمل وزن كتير، زي خلطة النهاردة، ودي بنحطها دايما بالليل. فالعيش من الحاجات الهايلة جدا في موضوع اكل الفراخ البيضاء. تمام، فنبدأ بس نعمله رفيع، ما يكونش يعني تخين او عريض ما يعرفش ياكله الفرخ، عشان لسه برضو هو يدوبك اليوم ال15. اما السقوة بقى، احنا غيرنا العلف، ما ينفعش نغير العلف من غير ما نحط مضاد سموم. طب ايه المضاد السموم اللي عندي؟ شوية خل كده من البيت، معلقة كبيرة على اللتر اللي قدامي، او معلقة وحاجة بسيطة، معلقة كبيرة حلوة كده. ودي هحطها مرتين، طالما غيرت العلف لازم احط سقوة خل مرتين ورا بعض او 3، عشان ده مضاد سموم طبعا لتغيير العلف، بيبقى فيه سميات وكده. فاما بحطه طبعا انا بتلاشى الموضوع ده جدا. لو انتوا لسه معايا ما تنسوش اللايك، ما تنسوش تقولوا له ايه رأيكم وتشجعوا وتعملوا معانا الفكرة ان شاء الله. تربية الفراخ في البيت متعة للي بيحب تربية الطيور، يعني هيحس بمتعة اما حاجة قدامك تبقى صغيرة كده وتكبر واحدة واحدة. ولو عندك اطفال هيعجبهم الموضوع ده خالص. ووفرنا عليك موضوع القفص ان احنا ممكن نعمله، وقلنا ان احنا عملناه على القناة وهتلاقوه على القناة في الفيديو اللي قبله، انا نزلته في شاشات النهاية فهتلاقوه. ولو